بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم، إن شاء الله كاع تكونوا بخير مهنيين وبأحسن الأحوال. اليوم بإذن الله وصفتنا لدونات بالخضروات مرافقينها بالدجاج وصوص الجبن مع لي شامبينيون. وصفة بزاف بنينة توالم كثيرا الشهر الكريم كطبق رئيسي. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. لهذه الوصفة نحتاج لها هذه الكمية تاع الخضرة. عندي 3 حبات زرودية و3 حبات بطاطا و3 حبات كورجات، نقطعهم كاريات أو قطع صغيرة وندير لهم شوية ملح ونفورهم. بعد ما فورتها أنا فارت الخضرة تاعي، راح نحط المعدنوس وهي سخونة باش يدبل لي هذاك المعدنوس في الحرارة تاع الخضروات تاعي. نحط له شوية بصل مرحي ونضيف شويه فلفل اسود. نخلط المكونات تاعي. هنا راهي طيبه مليح وهو سخون نرحيه بهذا الشكل. بعد ما رحيته نضيف له الجبن ونخلطه ونخليه يبرد. بعد ما بردت الخضره تاعي نحط لهم 3 مغارف تاع الفارينه ونخلط جيدا، لان الفارينه هي اللي تشرب لي السوائل اللي موجوده في الخضره تاعي. بعد ما دخلت الفارينه نضيف ملعقه كبيره تاع لاشابلو اللي هو الخبز اليابس وندخل المكونات جيدا. هنا بعد ما درت الفارينه ودرت لاشابلو، دوك نجيب انا هذا الليمون تاع السيليكون وراح نعمرهم لداخل. نجيب شويه زيت وندهن يديا ونبدا نشكل في هذه الحبات تاع لي دونات ونخليهم بعد ما نشكلهم كاع في المجمد حتى يتجمدوا جيدا. بعد ما نحيهم من المجمد، حاجه الاولى جبت حبه بيض درت لها رشه تاع الملح وشويه فلفل الكحل، وجبت وعاء واحد اخر درت فيه الفارينه وشويه ملح. نحي هادوك لي دونات من المول وهما مجمدين نرمدهم في الفارينه ومن بعد في البيض، ومن بعد نحطهم مباشره في لاشابلور ولا الخبز اليابس المرحي. ونكمل العمليه مع جميع لي دونات اللي عندي. بعد ما نشكلهم مباشره نروح نطيبهم في الزيت. وهنا الزيت عندي راهو سخون تحت نار متوسطه، وانا هنا استخدمت الكسرونه باش ندير فيها كميه تاع الزيت، لان هذا لي دونات يلزم يتغطاو بالزيت ونخليهم حتى يدوا اللون الذهبي. نحيهم بعد ما طيب لي ولا تدي هذاك اللون الذهبي مباشره نحطها في صفايه باش تقطر جيدا من الزيت تاعها. بعد ما قليت لي دونات توعي راح ندير لاصوص اللي رافق هاد لي دونات. هنا في مقلاة حطيت ملعقه زبده مع ملعقه زيت، خليتهم حتى سخنوا. حطيت فوقهم نصف صدر دجاج مع 2 سنينات تاع الثوم وقليتهم شويه، ومن بعد حطيت شويه ملح شويه توابل الدجاج وشويه فلفل اسود نقليهم حتى يطيب الدجاج. بعد ما خليت الدجاج وبدا يدخلوا طياب نضيف علبه تاع لي شامبينيون. هنا انا غسلتهم جيدا وقطرتهم. هنا بعد ما طاب الدجاج وتقلى مليح الشامبينيون، دوك راح ندير 2 حبات تاع جبن ونضيف علبه تاع كريمه الطازجه. هنا بعد ما ذاب هذاك الجبن وتخلات الكريمه تاعي نطفيها والوصفه تاعنا راهي واجده. وهذه هي وصفتنا بعد ما وجدت. وصفة تاع لي دونات بالخضروات رافقتها بالدجاج ولي شامبينيون والكريمة.
وصفة بزاف بنينة سهلة توالم بزاف للشهر الكريم. انا قدمتها بالدجاج، انتم تقدموها باي صوص تفضلوه، اما بالزيتون ولا باللحوم. وصفة هايلة توالم بزاف كطبق رئيسي للشهر الكريم. نتلاقاو باذن الله في وصفات واحد اخرين وافكار جديده. ما عليا غير نقولكم خليتكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.